يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يصدقهم الناس، بل أظنهم من شدة كذبهم هم أنفسهم يصدقون. لا تدعوهم يخدعونكم، لا تدعوهم يخدعونكم كذلك بأنهم يدافعون عن الدولة المدنية والقانون. بالله عليكم ماذا رأيتم من هذه الدولة المدنية؟ أجيبوا أنتم بأنفسكم وستدركون أي زيف يتنفسون ويتقيؤون. والخبر يقول بأن شنقريحة نقل على جناح السرعة ليلة البارحة إلى عيادة صحية متخصصة جدا، وهذه العيادة متخصصة أكثر في الناس اللي يوصلوا يعني بجلطة دماغية أو سكتة قلبية. لماذا هذا ممكن؟ كما قلت يعني ما نأكدهاش 100%، لكن لا أستبعدها إطلاقا. لماذا؟ باختصار بسيط، أولا شنقريحة عمره 80 سنة. الناس مرات 80 سنة، بداية من 60 سنة تبدأ الناس قد تصاب بجلطات دماغية أو قلبية، وأحيانا حتى قبل 60 سنة. الأمر الثاني أنه شنقريحة عنده أمراض كثيرة جدا. الأمر الثالث أن شنقريحة يعني يستهلك الخمور بشكل رهيب جدا، وما زال حتى في هذا السن يستهلك الخمر ويستهلك المخدرات أيضا، أنواع متعددة من المخدرات يستهلكونها. شنقريحة كان المفروض تحشم على عرضك، وأنت شيخ طاعن في السن، مليء بالأمراض، مصاب بكل الأمراض، تنام في الاجتماعات، تبدأ اجتماعاتك بالكفريات بلا توقف، طيح للرجال وتسبهم، وأحيانا بكلام فاحش ما يقولوش الأولاد اللي مش متربيين في الشارع. زعما تذهب وتظهر بأنك تقول لهم نتائج باهرة. وش من نتائج باهرة؟ في نهاية المطاف لو صدقتم وكانت القصة صحيحة قتلتم جزائريين، بغض النظر على شرفوا السلاح. لو افترضنا أنهم كاينة صح منها، قتلتم جزائريين، وش من نتائج باهرة؟